النهاردة نعمل الحواوشي وعيش الحواوشي في البيت بكل سهولة، وكمان من 1/4 كيلو لحمة هنعمل 5 سندوتشات حواوشي. طريقة سهلة خالص وبسيطة وكمان اقتصادية. مبدئيا هنحضر عيش الحواوشي. جبت كده 1/4 كيلو دقيق وحطيت عليه حوالي 50 جرام من الردة ونص معلقة خميرة فورية ونص معلقة سكر ورشة ملح، وبقلب كل الخليط ده مع بعضه. وبعد كده هنزل بالمية شوية بشوية وأعجنهم عجنة حلوة كده لحد ما أوصل القوام عجينة متماسكة ما بتلزقش. طبعا النهاردة أنا زودت الردة شوية علشان عايزة العيش بتاعي يكون صحي أكتر. ده القوام المطلوب، هسيبهم لحد ما يختمروا، بياخدوا حوالي ساعة عشان الجو ساقع شوية، فهياخدوا ساعة. مش عايزاهم يختمروا اوفر، أنا بس يدوب يختمروا شوية الحجم بتاعهم يتضاعف. وبعد كده نبدأ نقطعهم ونسويهم وأغطيهم بالفوط عشان بس عملية التخمير تبقى أسرع شوية. هنا خلاص بعد ما اختمروا يدوب الحجم بتاعهم اتضاعف شوية. بعد كده هبدأ أقطعهم. طبعا أنا هقطع الربع كيلو دي دول 300 جرام بالظبط. هما 1/4 كيلو دقيق و50 جرام من الردة، يعني 300 جرام. هقطعهم على 11 قطعة. أنا مش عايزة العيش يكون كبير، عايزاه صغير. وكمان هفرده خالص، مش عايزة فيه أي لبابة من جوه. فالقطعة الصغيرة هتدينا حجم رغيف كده متوسط حلو. طبعا أنا ببطنهم بالردة. وبكده أنا قطعت ال11 قطعة زي ما انتوا شايفين. هبدأ أفرد على طول، برضو هفرد على ردة. عايزة العيش بتاع النهاردة يكون صحي على قد ما اقدر، يعني على قد ما اقدر ازود ردة احط فيه. هفرد طبعا كل الكمية واسيبها تريح لحد ما اسخن الجريل بتاعي. انا مش هعمل على البوتاجاز خالص النهاردة ولا في الفرن، هعمل على الجريل. يعني مش هنستخدم اي بوتاجاز النهاردة. شايفين ده السمك بتاع الرغيف؟ فردته كويس خالص. على قد ما نقدر نحاول نخلي الرغيف يكون كده الشكل بتاعه مدور. كده انا خلصت كل ال11 رغيف فردتهم. هبدأ أسخن الجريل بتاعي. هنا خلاص أول ما الجريل سخن على طول نزلت بالعيش، وعشان العيش حجمه مش كبير فالجريل أخد 2 علشان بس كده يتسووا بسرعة. وأول ما يطلع كده فقاعات زي ما انتوا شايفين هقلبه على الناحية التانية. الموضوع ما بياخدش ثواني يعني. ممكن بدل الجريل لو ما عندناش جريل في البيت ممكن نعمله في طاسة. هنا خلاص بدأ ينتفخ زي ما انتوا شايفين. برضو كل شوية أنا هقلبهم على الناحية التانية علشان بس ما اسيبهوش على ناحية واحدة كتير على النار عشان بس ما ينشفش. بساعده كده الجزء مش منتفخ اضغط عليه عشان بس ينتفخ كله. وده الشكل بتاع الرغيف. طبعا مش هحمره زيادة عن كده علشان اوريدي لسه هو هيدخل الفرن كمان ويتحمر كمان مرة. وطبعا كل العيش اللي بيطلع بغطيه بفوطة علشان ما ينشفش، بما انه العيش كده خفيف. لو اتعرض للهواء كتير فبينشف، فانا على طول باخده من على الجريل على طول على على الفوطة على طول. ودلوقتي هحضر تتبيلة اللحمة بتاعت الحواوشي. عندي 1/4 كيلو من اللحمة المفرومة وكمان بصلة متوسطة مفرومة. وحطيت عليهم معلقة من تتبيلة الحواوشي الجاهزة ونص معلقة ملح. ما نكترش ملح عشان تتبيلة الحواوشي بتكون يعني مالحة شوية. وربع معلقة فلفل ونص معلقة كزبرة ناشفة وسيكة شطة، ودي اختيارية. وبقلبهم مع بعض تقليبة حلوة خالص. وبعد كده هبدأ أكورهم علشان أسهل على روح الموضوع. أعمل كده كور متوسطة، يعني ال1/4 كيلو بتاعي ده هعمل منه 5 قطع بالشكل ده. طبعا واجيب العيش بتاعي، أنا سبت العيش بتاعي لحد ما برد واحشيه من اللحمة. هفرد لكم العيش تشوفوه من جوه عامل ازاي. العيش ده رهيب. شايفين مفيش لبابة خالص. العيش ده في الحواوشي ملهوش حل.
هحشي كل الكمية بتاعتي بالشكل ده واركنهم على جنب، وبعد كده هضيف لهم الجبنة الموتزاريلا. دي اختيارية برضو، اللي ما عندهوش جبنة مش لازم، او اللي ما بيحبش الجبنة برضو مش لازم، بس بصراحة بتخلي اللحمة جوسي. خلص كل الكمية بالشكل ده هحط لها الجبنة، وبعد كده ادهنهم بالزيت دهنة ممتازة على الناحيتين، واكون مسخنة الفرن على درجة حرارة عالية، واخد الصينية بتاعتي واحطها على الرف من فوق علشان ياخد اللون مع التسوية، يعني اللحمة من جوه تتسوى والعيش من بره ياخد اللون، فما ياخدوش وقت في الفرن ويطلعوا كده مستويين ولونهم قمر زي ما هتشوفوا دلوقتي. هدخلهم على الرف من فوق وبياخدوا حوالي نص ساعة بالظبط ويطلعوا بالشكل ده. وكمان كنت محمرة معاهم بطاطس. شايفين الصينية القمر دي من ربع كيلو دي؟ عملنا أحلى عيش للحواوشي، كمان ربع كيلو لحمة عملنا 5 سندوتشات حواوشي، قمة في التوفير. وهنا عندي الهالابينيو ده طبعا الحواوشي يعني معاه هالابينيو، ودي الطماطم التشيري أنا برضو زرعها في البيت. مفيش أحلى من كده أكلة اقتصادية يعني تعمليها في البيت. هوريكم بس الحواوشي من جوه عامل ازاي، كريسبي طبعا، شايفين هنا باين أنا وبقصه، واللون بتاعه ممتاز. أتمنى الوصفة تكون عجبتكم وتجربوها عندكم في البيت. عايزة شير كتير للفيديو علشان الكل يستفيد، وما ننساش اللايك وكومنت حلو منكم. واللي أول مرة يشوف قناتي أتمنى يشترك ويفعل زر الجرس عشان يوصله كل جديد. وما تنسوش تتابعوا صفحتي على الفيسبوك مطبخ كاما. إن شاء الله نشوفكم على خير في فيديو جديد. See you. باي باي.